السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جات لكم فيديو جديد من قناه مستر اف سي. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ويلا نخش في الفيديو بتاع النهارده. فيديو جامد جدا، هقولكوا عن افضل تشكيله بسعر 50 مليون كون. تشكيله جامده جدا وهتعتمدوا عليها، والتشكيله كل حاجه فيها جامده. ويلا نبدا بقلب الدفاع. اول قلب دفاع معانا هو فريندلاند. طاقته جامده جدا، واول مره اشوف يعني مدافع السرعه عنده ممتازه كده. هو السرعة عنده 80 والديفنس كان عنده 83 والفيزيك كان عنده 84. بصراحة جامد قوي، والطول بتاعه يعني يمشي لحاله. ونخش على قلب الدفاع التاني. تاني قلب دفاع معانا هو كيم من جاي. طاقاته برضك هي زي فريدناند، بس هو أطول منه بسيكا. هو أقل منه في الدفاع بشويتين. 81 بيس، 86 ديفنس، 87 فيزيكال. جامد قوي. ونخش على الرايت باك. الرايت باك معانا هو كايل ووكر. طاقاته جامدة جدا. 91 بيس، 83 فيزيكال. بصراحة جامد جدا 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 جدا. ويلا نخش على الليفت باك. الليفت باك عندنا هو الأسطورة زمبروتا، مفيهوش غلطة والله العظيم. 86 بيس، 4 نجوم مهارة، 79 دريبلينج، 83 فيزيكال، 85 ديفنس. جامد قوي 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 قوي. عيبه بس الوحيد اللي هو مش طويل، يعني مش طويل قوي. ويلا نخش على خط النص. اول خط راس معانا هو برناردو سيلفا. جامد قوي، بس هو بس مشكلته حاجه، اللي هو السرعه عنده يعني قليله شويتين. فانتوا تقدروا تعالوا في السعر شويتين وتجيبوا سي ام احسن منه. جيبوا. وانا اخش على السي ام التاني. السي ام التاني هو تشانجو. طاقته جامده جدا برضك زي التاني. برضك السرعه عنده وحشه شويتين، بس هو يعني جامد قوي. انا كنت بلعب بيه ولغايه دلوقتي اصلا كنت بلعب بيه. جامد قوي 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 قوي. وانا اخش على الكام. الكام عندنا هو جمال موسيالا. طاقاته جامدة جدا 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 جدا. 86 بيس، 76 شوتينج. انا عارفه الشوتينج مش عالي قوي بس عادي. 77 باسنج، و92 دريبلينج، وخمسة نجوم مهارة. وجامد قوي قوي قوي. واربعة كانت ضعيفة. ويلا نخش على الهجوم. المهاجم عندنا هو ديجو فورلان. طاقاته جامدة جدا، من افضل المهاجمين اللي في اللعبة دلوقتي. اللي 86 بيس، 90 شوتينج، اسمه ده 79 باسنج، 83 دريبلينج، 72 فيزيكال. طاقته جامدة جدا جدا جدا. مشكلته بس هو 4 قدم ضعيفة. ويلا نخش على الليفت وينج. الليفت وينج عندنا هو جاك جريليتش. انا مش عارف هما ليه قللوا القدرات بتاعته كده. هو كان 78 بيس، كان 91 بيس. مش عارف هما ليه قللوها. بس المهم هو جامد قوي، ولغاية دلوقتي بلعب بيه وجامد قوي وشغال. وندخل على الرايت وينج. الرايت وينج عندنا هو فيدريكو كيزا. طاقته جامدة جدا جدا جدا، صاروخ والله العظيم في الملعب. بدخل بيه على اليمين بمشي بيه جامد قوي 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 قوي. هو بس مشكلته اللي هو الفيزيك كان عنده يعني نص نص، واربعة كمان ضعيفة. اولا ندخل على الحارس. الحارس هو في كاريو. طاقته جامدة جدا. انا عارف بس هو الطول عنده يعني مش قوي، بس هو جامد قوي. 81 كيك، 85 دايفنج، 86 بروزيشننج، 84 هاندنج، 87 ريفلكس. جامد قوي 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 قوي. وبص ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تقدروا التعب وتعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. سلام.